السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم مجددا في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نخدموا على سلسلة جديدة ومهمة جدا، هي سلسلة ديداكتيك اللغة العربية وجميع المواد. غنحاول نشرح لكم الديداكتيك ديال جميع المواد بواحد الطريقة سهلة وبسيطة، وغنركزوا على الأسئلة اللي كتطرح في الامتحان. إذا لا كملتي معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر وكملتي هذه السلسله، فكن على يقين ان غتلقى نفس الاسئله في المباراه مبدله لهم غير الصياغه. اذا قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لنا اشتراك ودعم للقناه وفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد غادي نحطوه على القناه. اذا نبداو الشرح على بركه الله. اذا اول حاجه لا باز ديال الديداكتيك، يعني ما معنى الديداكتيك؟ هما المواد، هي الطريقة باش تدرسوا لنا المواد في التعليم الابتدائي أو في أي سلك. إذا الطريقة باش غندرسوا المواد. إذا الحاجة مهمة جدا واللي خاصني نضبطها قبل ما نبدا الديداكتيك واللي هي لا باز ديال الديداكتيك، هي تقسيم السنة الدراسية. إذا عندنا السنة الدراسية كتكون لينا كنقسموها لاسابيع، صافي. اذا اول حاجه شنو قلنا؟ السنه الدراسيه كنقسموها لمجموعه من الاسابيع. شحال العدد ديال هاد الاسابيع؟ 34. اذا هاد العدد 34 عقلوا عليه مزيان. اذا السنه الدراسيه غنقسموها ل 34 اسبوع. مزيان. اذا السنه الدراسيه كما كتعرفوا كتكون من الدوره الاولى والدوره الثانيه. اذا نشوفوا الدوره الاولى او كتسمى الاسدس الاول. الاسدس الاول كتكون لنا الاسدس الاول، كنبداوه بالاسبوع الاول. عفوا. اذا الاسبوع الاول التقويم التشخيصي. اذا الاسبوع الاول مهم جدا وكيطرحوا فيه اسئله. اذا اول اسبوع في السنه كنخصصوه للتقويم التشخيصي. اذا شكون هو هذا التقويم التشخيصي؟ هذا التقويم التشخيصي بكل بساطه هو ان ملي غنولي ان شاء الله استاذ وغندخل القسم وغنقري مثلا المستوى الخامس، ملي غيدخلوا عندي التلاميذ قبل ما نبدا معاهم في الدروس وفي الشرح ديال الدروس وفي المقرر الدراسي، خصني نقدم لهم واحد الامتحانات. يعني كنعطيهم واحد الامتحانات كيخرجوهم التلاميذ وكنصحوهم وكنشوفوا المستوى ديالهم وكنعرفوا الحوايج اللي مكتسبينها والحوايج اللي ما مكتسبينهاش باش ندير لهم واحد الدعم من دوك المسائل اللي هما مازال ما متمكنيش منهم. عاد نبدا نشرح الدروس ونقدم الدروس ديالي. اذا اول حاجه قلناها هو التقويم التشخيصي. فوقاش كيكون؟ في بدايه السنه الدراسيه. اذا هذه عقلوا عليها. الاسبوع الاول فهو مخصص للتقويم التشخيصي. اذا ندوزو للاسبوع الثاني والثالث والرابع والخامس. اذا الاسبوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، هنا الاسبوع الثاني والثالث والرابع والخامس، هاد 4 الاسابيع، 1 2 3 4 حتى هنا 4 الاسابيع. اش كندير؟ كنقدم فيهم الدروس. وما معنى كنقدم فيهم الدروس؟ كتسمى ارساء الموارد. ارساء الموارد او تقديم الدروس. اذا فوقاش غنقدم الدروس؟ فاش؟ في الاسبوع الاول الثاني الثالث الرابع، صافي. اذا هاد الاسبوع الثاني والثالث الرابع كنقدم فيهم الدروس. عقلوا مزيان على هاد المعلومه. الاسبوع الخامس، هنا الاسبوع الخامس اش كنديروا فيه؟ كنديروا فيه الدعم التعلمات. اذا داكشي اللي قريتهم في الاسبوع الاول وفي الاسبوع الثاني وفي الاسبوع الثالث وفي الاسبوع الرابع، هنا في الاسبوع الخامس اش كندير؟ كنقدم لهم دعم لدوك التعلمات اللي قراو، صافي. حسن. اذا ركزوا معايا مزيان هنا. عندنا الاسبوع الاول قلنا اسبوع التقويم التشخيصي. هضرنا على الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع. هذا والرابع والخامس كيعطونا الوحده الاولى. اذا الوحده كتسمى يعني لا قالوا لكم السؤال الوحده الدراسيه شحال فيها من اسبوع، اش غتقولوا؟ الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس فيها 5 اسابيع، صافي. اذا الوحده فوق ما كانوا عندنا 5 اسابيع كتشكل لنا ما يسمى بالوحده الدراسيه. هذه الوحده الدراسيه فيها 4 الاسابيع، 1 2 3 4. اش كنديروا فيهم؟ كنقدموا فيهم الدروس، صافي، او ارساء الموارد. وكيجي لنا الاسبوع الخامس ديالها كنديروا تقويم ودعم. ندوزو للوحده الثانيه نفس الشيء. عندنا فيها شحال من اسبوع؟ 5. 1 2 3 4 5. اذا 4 الاسابيع الاولى كنقدم فيهم الدروس، والاسبوع الاخير او الخامس كندير تقويم ودعم التعلمات ديال هاد الدروس هاد. ندوزو للوحده الثالثه. اذا الوحده الثالثه شنو غيكونوا فيها؟ 4 الاسابيع، 1 2 3 4.
والاسبوع الخامس كنديروا فيه تقويم ودعم التعلمات ديال داكشي اللي شفنا. اذا اللي نعقلوا عليه، ركزوا عليه مزيان، هو ان الوحده كتكون لينا من 4 ديال الاسابيع، من 5 اسابيع. 4 الاسابيع الاولى كنقدم فيهم الدروس، الاسبوع الخامس كندير فيه تقويم ودعم التعلمات. صافي. الاسدس الاول رجعوا هنا، الدوره الاولى كان فيها من وحده، فيها الوحده الاولى، الوحده الثانيه، الوحده الثالثه. صافي. اذا هنا غنجي ساليت الدوره الاولى، قدمت الدروس، درت التقويمات. اذا بقى لي واحد الاسبوع الاخير الوحده قبل ما يشدوا النتائج، كنديروا ليه اسبوع وتقويم ودعم التعلمات ديال الاسدس كامل. اذا هاد الدوره الاولى كامله كيجي واحد الاسبوع هنا في اخر اسبوع كنقدموا فيه دروس لهاد دعم لهاد الدروس كاملين اللي شفنا في الاسدس الاول او في الدوره الاولى. اذا نتمنى نكون واضح في الشرح هنا، وندوزو للدوره الثانيه. اذا كذلك الدوره الثانيه او الاسدس الثاني كنخدموه بحال الاسدس الاول. اي شنو هو؟ عندنا الوحده الرابعه فين وصلنا، الوحده الثالثه اللي تسمى الوحده الرابعه. اذا الوحده اللي قلنا شحال فيها من اسبوع، فيها 5 اسابيع. قلنا الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع ارساء الموارد او تقديم الدروس، الاسبوع الخامس دعم التعلمات. الوحده الخامسه فيها 5 الاسابيع، 1 2 3 4. الاولى تقديم الدروس، 5 دعم التعلمات عفوا. الوحده السادسه عندنا فيها الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، الاسبوع الرابع، الاسبوع الخامس، 4 الاولين ارساء الموارد، والاخر ديال التقويم والدعم. نعم. اذا غتقولوا قلتي لنا بان الوحده في ان السنه الدراسيه كتكون من 34 اسبوع، نحسبوهم. اذا الاسبوع الاول تقويم تشخيصي ها واحد. صافي. الاسبوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس كتسمى الوحده الاولى. صافي. السابع والثامن والتاسع والعاشر الوحده الثانيه. الاسبوع الثاني عشر، 13، 14، 15، 16 الوحده الثالثه. الاسبوع 17 اسبوع تقويم ودعم التعلمات. ندوزو الاسبوع 18 ديال الوحده الرابعه، 18، 19، 20، 21، 22. الوحده الخامسه 23، 24، 25، 26، 27. الوحده السادسه 28، 29، 30، 31، 32. اذا هذه ديال الوحده السادسه. اسبوع 33 كنديروا فيه بحال هذا، كنديروا اسبوع تقويم ودعم التعلمات ديال الاسدس الثاني ديال الدوره الثانيه. والاسبوع 34 هما الاجراءات ديال اخر السنه الدراسيه. يعني ما معنى ذلك، فهو هذا الاسبوع الاخير ديال السنه فيه كنقدموا النتائج للتلاميذ وكيكونوا فيه الحفلات الى اخره. اذا نتمنى نكون واضح في الشرح هنا. اذا نعاودوا بعجاله ان السنه الدراسيه فيها 34 اسبوع، وعندنا الوحده الدراسيه شحال فيها من اسبوع، 5 اسابيع. وكل 4 اسابيع الاولى كنخصوهم لارساء الموارد، كتسمى ارساء الموارد او تقديم الدروس. صافي. والاسبوع الخامس ديالها كنديروا ليه تقويم ودعم ديال ديك الوحده. صافي. ونفس الشيء بالنسبه للوحده الثانيه، الوحده الثالثه، الوحده الرابعه، الوحده الخامسه، الوحده السادسه. والسنه الدراسيه كامله شحال فيها من وحده، 1 2 3 4 5 6. اذا غندوزو للاسئله اللي بحالهم غتلقاوهم في المباراه مبدله غير الصياغه. انا حيدت لكم الاختيارات الاخرين وركزت لكم غير على الجواب الصحيح. اذا نبداو بالسؤال الاول. تتكون السنه الدراسيه من؟ اذا الاجابه يقدروا يعطوكم واش 38 اسبوع، واش 33 اسبوع، واش 34 اسبوع. اذا الاجابه الصحيحه غتكون هي 34 اسبوع. اذا عقلوا عليه، السنه الدراسيه تتكون من 34 اسبوع. شكون هما 34 اسبوع؟ هما هادو اللي شرحت لكم هنا. ندوزو السؤال الثاني اللي يقدر يتحط بحاله في المباراة. يتكون البرنامج الدراسي لكل مادة، يعني هادشي كنشرح لكم اليوم صالح لجميع المواد، العربية والفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي كيتخدم بنفس الطريقة. اذا هذا هو لا باز ديال الديداكتيك. اذا يتكون البرنامج الدراسي لكل مادة من واش 4 وحدات ولا 5 وحدات ولا 6 وحدات. اذا الجواب الصحيح هنا شنو؟ 6 وحدات. فين هما هاد 6 وحدات؟ ها هما الوحده الاولى، الوحده الثانيه، الوحده الثالثه، الوحده الرابعه، الوحده الخامسه، الوحده السادسه. اذا هذا كامل اش كيتسمى البرنامج الدراسي للسنه الدراسيه، يعني كيفاش غادي ندوزو السنه الدراسيه. تتكون كل وحده دراسيه من 4 اسابيع، 5 اسابيع، 6 اسابيع. اذا الاجابه الصحيحه 5 اسابيع. 5 اسابيع. فين هما؟ اذا نشوفوا الوحده الدراسيه هي هذه، شحال فيها من اسبوع؟ 1
جوج، 3، 4، 5. إذا 5 أسابيع. إذا ركزوا معايا مزيان. يقدم يقدم أسبوع التقويم التشخيصي في. إذا أسبوع التقويم التشخيصي فين كيكون؟ واش في أول السنة، في وسط السنة، ولا في نهاية السنة؟ شنو؟ في بداية السنة. ها هو قلنا التقويم التشخيصي هو هذا، تيكون دائما في بداية السنة الدراسية. ندوزو السؤال رقم 5. عدد الأسابيع المخصصة لإرساء الموارد في كل وحدة. واش 3 أسابيع، 4 أسابيع، 5 أسابيع؟ إذا شنو قلنا؟ إرساء الموارد هي الأسابيع اللي كنقدموا فيها الدروس. إذا شحال قلنا؟ شحال نديرو؟ 1، 2، 3، 4. إذا في الوحدة قلنا 1، 2، 3، 4 إرساء الموارد، والخامس ديال تقويم ودعم التعلمات ديال هادشي كامل. إذا الجواب هنا هما 4 أسابيع، ماشي 5، 4 أسابيع. إذا 4 أسابيع. يخصص أسبوع لتقويم ودعم التعلمات في. الأسبوع اللي كنديرو ليه تقويم ودعم التعلمات فوقاش يكون؟ أسبوع تقويم ودعم التعلمات في نهاية الوحدة، في نهاية الأسدس، في نهاية الدورة، أو نهاية الأسدس الأول ونهاية الأسدس الثاني. إذا في آخر يخصص أسبوع التقويم والدعم التعليمات في آخر كل وحدة دراسية. هنا يخصص أسبوع لتقويم ودعم التعلمات في آخر كل وحدة دراسية. إذا هذا الأسبوع اش كيهضروا هنا؟ هذا إذا عندنا الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع يعني إرساء الموارد، والأسبوع السادس هو أسبوع تقويم ودعم التعلمات. أسبوع تقويم ودعم التعلمات كيتسمى. إذا أسبوع تقويم التعلمات كيكون هو الأسبوع الخامس في كل وحدة. إذا هنا وهنا 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 وهنا. إذا هذا ديال هاد الوحدة، كنهضرو غير على الوحدة. إذا عندنا 1، 2، 3، 4 كنديرو إرساء الموارد، والأسبوع هذا هو اللي كيتسمى أسبوع تقويم ودعم التعلمات في كل وحدة. إذا في آخر كل وحدة دراسية. يخصص الآن الأسبوع الأخير من كل أسدس. هنا غنهضروا على الأسبوع الأخير من كل أسدس، الدورة كاملة يعني الأخر ديالها صافي. إذا الأسبوع الأخير في الدورة الأولى شنو هو؟ شنو كيتخصص لينا؟ علاش؟ الدعم المرحلي للأسدس، كيتسمى الدعم المرحلي للأسدس. يعني هذا الأسبوع هذا كنديروا واحد الدعم مرحلي للأسدس كامل، يعني لهاد الدروس كاملين اللي قرينا هنا. يخصص الأسبوع الأخير من السنة الدراسية، ها هو الأسبوع الأخير، هو الأسبوع رقم 34. لاش؟ لإجراءات آخر السنة الدراسية. يعني هنا قلنا كنقدموا الجوائز وكنعطيو النتائج. إذا هو آخر أسبوع في السنة الدراسية، هو الأسبوع رقم 34. إذا كنتمنى تكونوا ضبطتوا معايا هادشي، حيت هو لا باز ديال الديداكتيك، وفي جميع المواد كنخدم بنفس الطريقة. إذا في السلسلة في الفيديو الجاي غنحاولوا نكملوا بنفس الطريقة. إذا لا عجبتكم الطريقة ديال الشرح قولوا لي في التعليقات باش نكملوا إن شاء الله الفيديوهات الجاية، ونتشوفوا في الفيديو الجاي. وما تنساوش ديروا لنا اشتراك ودعم القناة، وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.